الفيديو ده هكلمك صديق الاوتاكو عن اكتر 10 شخصيات ذكور حضورهم قوي وشديد ويخطف الانفاس في عالم الانمي. اهلا بيك صديق الاوتاكو في فيديو جديد، ولو اول مرة تشوفني فانا آية سليم. اكتر اوتاكو مواضيعه مستفزة وكلامه مش هيعجبك، ولكن لو سمعتني للاخر ممكن تقتنع بوجهة نظري. مش هطول عليك صديق الاوتاكو، دوس لايك وسبسكرايب. عايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك، انا مش طماعة. في الاول قبل ما نبدا حبيت اوضح لكم ان دينا بليتش وايجي اوتاكو وانا عملنا لكم قناه للجيمنج. برافو علينا. هنقدم فيها ملخصات للالعاب وريفيوهات باصواتنا، وهتكون تجربه جديده بالنسبه لنا، عشان كده محتاجين دعمكم. هحط لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن، روح هناك ودوس سبسكرايب. ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. زي ما وضحت لك صديق الاوتاكو، انا هكلمك عن اكتر 10 شخصيات ذكور جذابه لدرجه العذاب في عالم الانمي. بمعنى ان انت اول ما بتشوفها كده بتقول ايه يا عم انت في ايه؟ انت ليه انت كل الكاريزما دي عندك لوحدك؟ معانا في المركز العاشر كيلوا من هانتر. يعني خلينا متفقين ان كيلوا بجد هو مش بس شخصية جذابة وكاريزما، هو خاطف الانظار من جون. يعني انت بالنسبة لك الحلقة اللي ما فيهاش كيلوا انا بالنسبة لي كنت بتقدر، عايزة اشوفه يا جماعة. ده غير ان شخصيته كمان مكتوبة حلوة قوي. دخلته في السباق يعني في مسابقة الصيادين كانت حلوة. يعني انت مش فاهمه هو طفل ولا واحد كبير. عندك فضول تعرفه اكتر. قبل ما كنا نعرف حقيقة كيلوا، لما كلنا كنا بادئين هانتر او بادئين بقى القناص مش فاهمين هو عايز يلعب ويهزر ويبقى ليه اصحاب، ولا هو قتال قتله وسفاح. انت كنت في الحتة دي لغاية انتهى ارك الصيادين وعرفنا حقيقته. انا دايما بنجذب لشخصية كيلوا لان هو من الشخصيات اللي رافضة الواقع اللي مفروض عليها. ايوه انت مش هتختار لي، ماشي انتوا عائلة سفاحين، انا مش عايزه ابقى سفاح يا جماعه. انا عايزه ابقى راجل وقور كده، ليا اصدقاء، بعيش مغامرات، بعيش حياتي بطريقه كويسه. فعشان كده كيلوا بالنسبه لي هو شخصيه مثيره جدا للاهتمام. وطبعا كلنا متفقين ان هو يعني من كراشات اللي ناس كتير بتكرش عليها، بنات بقى بيكرشوا عليه. انا مش بعبر عن هو واحد من كراشاتي، انا ما عنديش كراشات في الانمي بصراحه يعني، بس هو من الشخصيات الجذابه فعلا. نروح على المركز التاسع بياكيا من بليتش. خلينا متفقين، يعني متفقين يا صديق الاوتاكو انا وانت ان بياكيا صعب ما تنجذبش ليه. يعني هو اول دخول ليه لما كانوا، يعني انا كنت عماله اقول في ايه لا مبدئيا كده ليه حاطط جواهر في شعرك؟ مش حوار حاجه، بس يعني انا فاهمه ان انت شخص كاريزما وتقيل، فاهمين، فما لهاش داعي بقى الجواهر دي. انت اصلا عامل اللي عليها، انت كده بتفرسني اكتر. ومع ظهور البانكاي اول مره نشوف البانكاي بتاعه كان قدام رينجي. يعني هو معركته مع رينجي طبعا هما بيحاولوا ينقذوا روكيا. انا بصراحه عجبني البانكاي ده قوي. 1000 زهره ولا 100,000 زهره سنبن ذكرى، يا رب اكون قلت صح عشان خاطر دينا ما تقتلنيش. بس يعني البانكاي بتاعه يخطف الانفاس، هو نفسه شخصيه تخطف الانفاس. انا عن نفسي بحب اشوف بياكيا جدا. عشان كده لما كان بيبقى فيه حلقات فيها هزار ان هو برضو يعني بيبقى فيه حته كوميديا مثلا بيحاولوا يحطوه في كوميديا، كنت عايزه اقول لكم لا بياكيا ما يجيش منه كوميديا، سيبوه كده في الحته بتاعته التقيله دي عشان هو حد تقيل قوي. ونروح على المركز الثامن ايتاتشي من ناروتو. بس بقى يعني انا اقول ايه في ايتاتشي؟ يعني اقول ايه؟ واحد مثلا بيجيب لك الجاكيت مطلع ايده كده، يعمل لك كده اهو باصص ومش عارف ايه وعامل كده اهو. يا جماعه ده ما تتلم شويه. يعني ببقى عايزه اقول كده خلاص عرفنا انك كاريزما، عرفنا انك جذاب، عرفنا انك بتخطف انفاس الكل. يعني هو اصلا لما يعني هو ما بيخش مشهد انت مش شايف غير تاتشي، ما استحاله مش هتشوف غيره اصلا. حتى لما رجعنا بالزمن وفلاش باك في الحلقات الفيلرز ال 99,000 حلقه دي، من صغره هو كاريزما. كمان هو طبيعته انه هو حد طيب وحد شرير في نفس الوقت، مخلياه انت نفسك كمشاهد عندك فضول انك تحاول تفهمه انت اصلا ازاي بالقوه دي. يعني انت قوي يعني قوي الاراده والعزيمه، ولا انت مفتري قضيت على عشيرتك كلها وانت بتبكي بس ما عندكش حلول تانية؟ انت ما عندكش حلول تانية غير ده. فبالنسبه لي ايتاتشي يستحق في ان هو يكون في الليسته دي. في المركز السابع معانا شانكس من وان بيس. نقول ايه في شانكس؟ يعني كفايه دخلته في ارك حرب المارين فورد. يعني الحرب شغاله والناس بتموت ومدعكه بقى وخلاص، فقدنا ايس
واللي حصل حصل. يجي لك شانكس ما جيتش من بدري. انا مبدئيا بس عايزه مخنوقه بس من الحته دي، ما جيتش من بدري ليه؟ ما بدري ليه والناس بتدعي؟ كنا يمكن نلحق ايس، بس ما علينا ما علينا. كتر خيرك، دخلتك انقذت لوفي ووقفت الحرب. يعني انت كنت متخيل ان البحريه خلاص تم استهلاكها، والجانب بتاع القراصنه كمان كل اللي شاركوا في الحرب تم استهلاكه، فانت جاي لك قوه جديده بواحد من اباطره الاربعه. شانكس جاي بيقول للبحريه انتوا عندكم استعداد فعلا انكم تخشوا في معركه قدامي بعد كل الخسائر اللي انتوا مريتوا بيها دي؟ هو قال الجمله دي بس الحرب وقفت خلاص. روح يابا خد اللي انت عايزه وامشي، خلاص احنا حققنا الهدف واعدمنا ايس ومات اللحيه البيضاء. سوري سبويلر بس الناس كلها بقت عارفه يعني اللي حصل يعني في وان بيس لايس واللحيه البيضاء. بس عامه شانكس من الشخصيات الكاريزما جدا جدا جدا. تخش مشهد تقفله، هي كانت مزيكا جامده يعني لايقه على شانكس. في المركز السادس معانا اكاي شويتشي من كونان. بصوا يعني هي كده كده قائمتي لازم يكون فيها شخصيات من شخصيات كونان، لان كونان فعلا مليان شخصيات ثانويه بتيجي قليل او بتيجي كتير، حضورها قوي جدا، كتوبه حلوه قوي. منها اكاي شويتشي من الناس اللي ممكن تعد الحلقات حرفيا اللي ظهر فيها، بس مؤدي الصوت حلو جدا. المؤدي الصوت قوي يعني انت ممكن في مؤدين اصوات كده انت عندك استعداد تسمعهم بس ما تتفرجش على الشخصيه. الشخص اللي بيعمل دور اكاي شويتشي بجد هو واحد من الناس دي، اللي بالمناسبه هو شانكس برضه. يعني اكاي شويتشي وشانكس هم عاملين نفس مؤدي صوت عامل الشخصيتين، فانا بالنسبه لي انا بحب اسمعهم. بس ارجع كده في حلقات كونان اللي بيظهر فيها اكاي شويتشي كلها حلقات حلوه، حضور قوي، الشخصيه زي ما قلت لك مكتوبه حلوه، لدرجه ان انت تحس دايما لما تحس ان كونان كده بيقع شويه بيدخلوا اكاي شويتشي في حلقه. كان صعب طبعا نتعامل مع فكره ان هو يتم انهاء شخصيه اكاي شويتشي، فكان طبعا متوقع ان هو هيرجع. وطبعا في حلقات يعني في الحلقه اللي عرفنا واتاكدنا ان اكاي شويتشي لسه عايش كانت من احلى الحلقات تقريبا. في المركز الخامس معانا طبعا لازم يبقى موجود، وجريمه ان هو ما يبقاش موجود، زورو من وان بيس. تهيألي كل الناس سواء اتفرجت على وان بيس او ما اتفرجتش انت عارف يعني ايه زورو شخصيه كاريزما وجذابه. هدوءه حتى عصبيته، يعني هدوءه كاريزما وفي عصبيته كاريزما. نطقه لنوع السلاح او الحركه بتاعته، النطق نفسها انت بتقشعر كده. مفيش معركه ليه طبعا غير لما كانت معركه خطيره، فهذه القائمه ما ينفعش تخلو من زورو. حتى في اللايف اكشن اللي اتعمل تقريبا احلى شخصيه اتعملت هي شخصيه زورو. هي برضو كانت فان سيرفيس، مش هنكدب، فان سيرفيس قوي. طبيعي كان مفهوم ومتوقع ان شخصيه زورو لازم تبقى احلى شخصيه مكتوبه او معموله. هو معمول اصلا عشان هو يبقى شخصيه تقيله وسط اعضاء طاقم القش، ومع هذا عادي انت ممكن تلاقيه اهبل. يعني حته ان هو ما بيروحش حته صح، اتجاهاته بايظه، هو تقول له روح يمين هو يروح لك شمال، طب روح شمال يروح لك يمين. لا يعني هي الحته دي برضو تزيد كاريزما وجاذبيه. في المركز الرابع معانا شخص برضو جريمه ان هو ما يبقاش في القايمه دي، كابتن ليفاي. ده مش كابتن ليفاي، ده انت تقف كده وتحييه وتقول له يا كابتن ليفاي. ما ينفعش يا جماعه يتقال له ليفاي كده عادي، ما ينفعش. انا اصلا ما بقدرش اقولها ليفاي، ده كابتن ليفاي. فاهم الجمله؟ مستوعبها؟ يعني هات لي حلقه واحده ما ظهرش فيها الا وانت كنت قاعد عامل مش عارف تتنفس، اللي هو انت بتنسى تتنفس. هات لي مره عمل هجوم وما كانش هجوم تبقى قاعد عامل ايه يا جماعه حد يوقفه هنا، ايه موتوره ده ما بيوقفش ليه؟ هو كده، هو كابتن ليفاي كده. انا لغايه دلوقتي بحب اللقطه جدا لما كانت في حرب المارلي، العملاق المدرع ده عمال يقول هو انتوا الشياطين باردايس فعلا، هو انتوا بتهاجموني انا العملاق، وقام هو عامل كده وقام قفل الحلقه وخلاص، واحنا قاعدين عاملين فيه ايه يا جماعه؟ احنا بنحاول نستوعب اللي حصل. كابتن ليفاي عمل ايه؟ كابتن ليفاي فين كابتن ليفاي؟ فده السيد وحضره كابتن ليفاي، يعني تقف كده وتحترمه وتضرب تعظيم سلام. في المركز الثالث معايا مفاجاه شويه، ميناتو من ناروتو شيبودن. ايوه يا جماعه، الهوكاجي الرابع والد ناروتو لازم يبقى في قائمتي. يعني اولا الهدوء بتاعه خطير، هو هادئ ورزين كده وعاقل. الجزء اللي ظهر فيه في حرب الرابعه
كانت خطيره يا جماعه، كانت خطيره، حتى دخلته كانت خطيره. انا بالنسبه لي بحب لقطات ميناتو رغم ان هي قليله جدا. احنا لما كنا بنتفرج على ناروتو ما كناش لسه عارفين الحقيقه، كنا من اول حلقه نزلت واحنا مخمنين ان هو ابوه لازم، يعني شعره اصفر والتاني شعره اصفر، هي باينه جدا ان ابوه حط الوحش جواه، كانت باينه. بس احنا لما عرفنا الحقيقه قلنا برضو اتصدمنا. اللي احنا اتصدمنا منه يعني انا كنت مصدومه من فكره ان هو ميناتو بالهدوء ده، بالذكاء ده، بالرزانه دي، بكل الحاجات دي، وناروتو كده. بس عادي يعني، لما شفنا كوشينا فهمنا ناروتو طالع كده لمين. انا ما بعبش في ناروتو على فكره، ناروتو ده بحس اخويا الصغير. لا بس كان زمان كان اخويا الكبير يعني، لا هو دلوقتي اكبر مني، يبقى هو رجع اخويا الكبير. بصوا يا جماعه، هو اخويا وخلاص، ناروتو ده اخويا. مش عارفه ليه بقول كده. بس هو دلوقتي يبقى هو اخويا الكبير دلوقتي. ماشي يا جماعه، ناروتو اخويا الكبير وانا بحبه جدا، بحبه. بس ميناتو هو اللي في قائمتي مش ناروتو. في المركز الثاني معايا، معلش انتوا اكيد كنتوا متوقعينه الاول، بس لا، الاول ده حد تاني. في المركز الثاني معانا جوجو ساتورو من جوجيتسو كايسن. على فكره انا حطيته لانه حرفيا جوجو ساتورو هو احلى حاجه في جوجيتسو كايسن بجد، مش عشان الشخصيه مرسومه حلو وهو شخصيه جميله، لا هي مكتوبه حلو. انت شيل كده جوجو ساتورو من جوجيتسو كايسن الانمي هيبقى فاضي، لا يعني مش هتحبه. اسباب شهره جوجيتسو كايسن هو جوجو ساتورو اصلا. هنعمل ايه في الانمي بعد اللي حصل يعني؟ هنكمل فيه ازاي؟ هنكمل، ما عندناش حلول تانية. بس دخلته في اي مشهد، طريقه كلامه، هدوءه، وقوته في نفس الوقت هي اللي خلته شخصيه انت مش عارف تتعامل معاه لانه شخصيه عاديه، وهو يستحق هذا المركز وبقوه. توب 1 عندي وده انا عاشقه ليه هو كايتو كيد من انمي المحقق كونان. برافو بقى يا جماعه، ونسقف جامد للتوب 1. ليه انا حاطاه في توب 1؟ يعني هاتلي حلقه، هاتلي فيلم ما ظهرش فيه كايتو كيد وما كانش احلى حاجه في الدنيا. انا بالنسبه لي برضو زي ما بقولك المانجاكا بتاع كونان اللي هو اوياما تقريبا، لما بيتزنق بيظهر اكاي شويتشي، ولما بيزنق قوي بقى بيبقى عايز يعلي المواضيع عندنا بيطلع لك بقى كايتو كيد. مرسوم حلو قوي يا جماعه، يعني يجي لك بقى على قمه برج واقف كده بمنتهى اللي هو ايه، انا مش هقع، انا اصلا بشوفه على قمه البرج بدوخ يعني، اللي هو امسك نفسك يا ابني هتقع. بس هو واقف لك كده باصص لك على العالم كله من تحت كده، يعمل لك كده الحمام كله يطير وهو يختفي. حتى انا افتكرت الموسيقى بتاعته، هو اسهل من شانكس. يعني حتى الموسيقى بتاعته مميزه قوي. اول ما بتسمع المزيكا وتتخيل كايتو كيد يعمل كده، الملايه يظهر، ملايه ايه اقصد، الشال بتاعه يظهر هو. لا انا بالنسبه لي كايتو كيد هو اكتر شخصيه كاريزما وجذابه في عالم الانمي. بحس ان هو مظلوم ان الناس ما بتتكلمش عنه كتير، بس لا انا بقى هطبل له هنا في الفيديو ده. وعايزه اعرف يا صديقي الاوتاكو بتتفق معايا في الكلام ولا لا؟ اللي بيتفق معايا يكتب لي كومنت، واللي مش بيتفق معايا ما يكتبليش، انا مقموصه منه وزعلانه. وبكده انتهت لستنا، وعايزه اعرف رايك في لستتي. هل بتتفق معايا في ال10 مراكز دول؟ هل شايف ان في حد فيهم لا يستحق وجوده وانه كان المفروض يبقى في حد تاني ولا لا؟ وعايزه اقول لك ان انا عندي مركز شرفي امنحه ليامي من بلاك كلوفر. انا كنت بفكر احطه وسط ال10 بس ما عرفتش اتخلى عن حد. يامي برضو من الشخصيات اللي انا بحس ان هو جذاب جدا، وهو برضو فكرته عجباني. هو ضم كل اللوزرز فريق واحد، هما مش لوزرز، هما بس عارف اللي هو محتاجين اللي يسمعهم، او يعني محتاجين يلاقي لهم شغف في الحياه، لان هم كلهم في بعض كده تحس ان عندهم مشاكل في دماغهم. فانا يامي برضو من الشخصيات اللي انا بحس ان هي جذابه لدرجه العزل. اكتب لي صديقي الاوتاكو قيمتك في الكومنتات، او على الاقل اكتب لي اكتر 3 شخصيات انت بتحس ان هم كاريزما وجذابين في عالم الانمي. استنى كومنتاتكم، على فكره انا بقراها كلها وبحاول ادوس لكم لايكات وبحاول ارد على الكل تقريبا. واكتب لي كمان عايزني اناقشك في ايه الفتره الجايه، افكار يعني لفيديوهات، لحلقات، لسكتشات، لنوادي انمي بطرد منها طبعا. اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش قناه الجيمنج الجديده هتلاقيها في الديسكريبشن، وهتلاقي معاهم كل منصاتي على الفيسبوك، على الانستجرام، وعلى التيك توك برضه في الديسكريبشن. ولو تابعت الفيديو للاخر شكرا جدا صديقي الاوتاكو، وقول معايا يوش إيكيماشو، ما تخرجش قبل ما تدوس لايك.